سعد زغلول قال ايه زمان؟ الحاج سعد زغلول الله يرحمه قال مفيش فايدة. حلقة جديدة من ملعب محمود. النهاردة النادي الأهلي كان بيلعب مع فاركو، فرقة بقالها عمرها في الدوري 4 سنين. الأهلي اللي أنشئ سنة 1907 بيلعب مع فرقة في الدوري عمرها 4 سنين، يعني طفلة في مجال كرة القدم. لما نلاقي النهارده ان يعني مثلا هنقول تشبيه كده، ان احنا مثلا لو حد عايز يشتري عيش مثلا، مش هيروح يجيب العيش من عند الحلاق مثلا. طب واحد عايز ياكل، مش هيروح ياكل عند الميكانيكي، صح؟ يعني لو عايز حاجه بروح للحاجه المناسبه ليها. طب لو عايز اجيب اهداف لازم يبقى فيه مهاجم، صح؟ طيب دلوقتي النادي الاهلي ما فيهوش مهاجم على الاطلاق، يبقى ازاي يجيب اهداف؟ دي بقى المعضله اللي احنا يعني قدامها، والحكايه الكبيره قوي اللي احنا مش لاقيين لها علاج بصراحه. وفعلا وصلنا لان مفيش فايده، مفيش فايده من الكلام، مفيش فايده من اللك والعجن بقى والكلام دوت. احنا خلاص زهقنا. انا حاسس ان كولر دوت في حد مسلطه علينا، قال لنا قال لهم يا جماعه بصوا عايزين تهدوا الاهلي، الراجل دوت يعني اتمسكوا بيه شويه لغايه وهنديله نصايح ينفذها عشان الاهلي ده خلاص يروح في داهيه يعني. فاللي بيحصل ده يا جماعه مش ممكن. يعني مثلا ان احنا ما عندناش راس حربه على الاطلاق. عندنا وسام عنده يعني مصاب ومش موجود. طيب كهربا نروح نخليه يطلع اعاره؟ يعني احنا ما عندناش راس حربه، ما عندناش مهاجم، وعندنا واحد تاني احنا بقى مش عايزينه فبنطلعه اعاره لان احنا مش عايزينه لان هو فايض علينا. ازاي ده يا جماعه؟ ازاي يبقى في فرقه فيها مشي منها 14 لاعب في سنه يمشي منها 14 لاعب، فريق كامل بحارس المرمى بتاعه، فريق كامل بمراكزه كامله مشي من النادي الاهلي؟ ازاي؟ فين الاداره؟ فين الكابتن الخطيب؟ احنا زهقنا من الكلام وزهقنا من التعليق وزهقنا من اللك والعجن اللي احنا بنتكلمه دوت. كل مره بنقول الكلام دوت. فين التشكيل؟ فين الصفقات؟ احنا النهارده 22 واحد، يعني شهر يناير خلاص قرب يعدي ومفيش ولا صفقه اتعملت، وكلها وعود وكلام وما بينفذش يعني. ده تشكيل النادي الاهلي اللي بيلعب بيه النهارده؟ في منزل 2 من الاشبال بصراحه، يعني الواحد يؤسفه انه يقول كده، ما لهمش مستقبل. سمير محمد واللي نزل معاه ده عيلين ما لسه صغيرين، ممكن يبقوا مظلومين ان هم بيلعبوا في مباراه زي دي، مباراه عصيبه زي دي، وما عملوش حاجه، ما قدموش حاجه، ومش منتظر ان هم يعملوا حاجه لانهم لسه صغيرين وما خدوش لسه على المعركه، لسه ما خدوش على حميه اللعبه مع الفرق الكبيره. ازاي ان احنا نلعب بالتشكيل ده؟ ازاي الناس دي بس يا جماعه هي اللي في الاهلي؟ هو الاهلي خلاص الاهلي هيصفوه بقى؟ يعني انا اعرف كده ان مثلا لما في حاجه خلاص قربت تخلصها بقى وتفنشها بتصفي يعني النادي الاهلي بيصفي كده، بيصفي اللعيبه بقى عشان يقفل. حاجه غريبه جدا. يعني في 14 لاعب مش موجودين من قائمه فيها 30 لاعب. طب ما جيب لعيبه. الاول كنا بنقول ماشي يعني الناس دي معذوره وانا كنت بصورها كده عن نفسي. انا لما اروح اشتري حاجه فلازم في معروض كتير قوي، فلازم واختار بعنايه وكده. لكن هنقعد نختار بعنايه لغايه امتى؟ النهارده بقول لكم 22 يناير، فاضل لنا 8 ايام و7 من الشهر الجديد، يعني نقول 15 يوم، لان الباب بيقفل في 7 فبراير. طيب ال 22 يوم دول احنا اتفاجئنا ان يناير جاي، ما نعرفش ان في انتقالات، موسم انتقالات. اتفاجئنا بشهر يناير ده ان هو حاجه جديده لسه ما نعرفش عنها حاجه. اكيد الناس عارفه ان في يناير وفي انتقالات وفي لازم عيون خبيره بتبص على اللعيبه. فين الجماعه بتوع الشراء بتوع النادي الاهلي؟ فين الاداره؟ فين الدنيا اللي مسيره النادي ومسيره الفرقه؟ فين محمد رمضان المدير الاداري اللي قعدوا خواتونا محمد رمضان وهيغير وهيعمل وهيسوي وشخصيه ومش شخصيه والكلام اللي كنا بنسمعه ده؟
فين الكلام ده كله؟ احنا قدام شكل باهت جدا للنادي الاهلي، لعيبه دون المستوى للنادي، ما يلعبوش للنادي الاهلي. احنا النهارده الفرقه دي فيها 6 7 ما يلعبوش للنادي الاهلي، ما ينفعوش، ما ينفعوش في النادي الاهلي. فاركو ترتيبها ال 11، ال 11 من 18 فريق، واحنا ترتيبنا الاول. عاجزين طول المباراه، عاجزين ان احنا نجيب هدف، والهدف اللي جه من ضربه جزاء، وبصراحه مش ضربه جزاء، عشان يعني نجيبها لكم كمان من الاخر، والله ما ضربه جزاء. الراجل بيمد رجله عادي جدا، خبط في عمر كمال، وقع. يعني هو مش خبطه تعمد، لا ده بمندفع بيلعب الكوره، اتحسب ضربه جزاء. لكن غير كده ما نجيبش اهداف، ما نجيبش اهداف ملعوبه. حاجه بجد النهارده شيء مش ممكن، بجد والله العظيم. يعني لما تيجي الواحد بيصورها كده بشكل كده، يعني تهريج والله. اللي بيحصل في الاهلي ده تهريج. المؤسسه الكبيره الضخمه دي النادي الاهلي يحصل فيه كده؟ ما يبقاش فيه لعيبه تلعب؟ منزلين الاثنين النهارده لعيبه صغيرين مواليد 2005، اللي عنده 19 سنه واللي عنده 18 سنه. يعمل ايه ده مع فرقه كبيره؟ انت بتموته، بتقتله. لاعب نزل بالمستوى ده، انا بصراحه شفت الاثنين لعيبه دول بجد خرجوا من حساباتي تماما، ما ينفعوش يلعبوا تاني. انت حرقتهم خلاص، حتى ولو كان مستواهم جيد. الدنيا مالها عامله كده؟ يعني ده في الفريق الاول. عندنا على مستوى الناشئين اللي حصل بالكابتن ميدو، برضه يتعارك مع لعيب من الناشئين. كان اللاعب دوت كان بيلعب في الفريق الاول، وقعد في حوالي شهرين 3 مع الفريق الاول، يقوم يشتموا. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل في الاهلي الايام دي؟ ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ده كتير قوي على النادي الاهلي، وبيحصل يعني كتير قوي على شخصيه النادي الاهلي. مش النادي الاهلي اللي بيحصل معاه كده، ومش النادي الاهلي اللي بيحصل جواه كده. شخصيه النادي الاهلي غير يا جماعه. كانت شخصيه حازمه، شخصيه بتعرف تدير الامور. لكن اللي بيحصل ده بصراحه خارج نطاق النادي الاهلي تماما. يا اما بقى الناس اللي موجوده ما مش على قد الثقه. يعني ما دام انتوا مش على قد الثقه، ما خلاص سيبوا مناصبكم دي للناس اللي تعرف تشتغل. انا اشك ان كابتن الخطيب بيجيب محاسيبه، اشك. لان كابتن الخطيب بصراحه انا بثق فيه جدا. طب الناس دي ما بتشتغلش ليه؟ الناس دي ما بتشوفش شغلها ليه؟ فين لجنه التعاقدات؟ الناس دي بتقبض على فكره. خلاص الشهر هيخلص ومفيش ولا صفقه حصلت. مش معقول يعني الدنيا فضيت يعني خلاص. حجتكم مفيش دولارات، مفيش دولارات. ساويرس قال لكم يا جماعه انا اهلاوي والدنيا حلوه مش عندي مشكله، اللي عايز دولارات هديله دولارات. طيب العمليه مفتوحه يا جماعه، هيديكوا دولارات وياخد بالجنيه المصري. يعني هو حلها. طب احنا ايه بقى؟ ايه المشكله عندنا احنا؟ هو في حد مسلطكم علينا مثلا ولا حاجه؟ شيء مش ممكن بجد. المباراه النهارده شيء مش ممكن. وزي ما بقول لحضراتكم غلبنا بقى، زهقنا. يعني مفيش فايده، احنا بنتكلم وخلاص يعني. حتى المترجم المره اللي فاتت مش عايز يوصل كولر ان احنا ما بيجيبش صفقات، يعني واخد الكلام بينه وبين نفسه كده وخلاص، مش عايز يترجم له الموضوع يعني. فمش عارف، مش عارف كولر جاني ولا مجني عليه. يعني توهونا دلوقتي. يا ترى هم دول اللي عنده بيلعبوا، وهم دول اسلحته، وهم دول الموجودين عنده الذخيره بتاعته. طيب الراجل بقى هيعمل ايه؟ ما هم دول اللي موجودين، هيلعب مين؟ مفيش راس حربه. راس الحربه اللي كان بعد وسام طلعتوه اعاره. حاجه غريبه جدا بجد. انا مش فاهم الناس دي بتشتغل ازاي. النهارده المباراه كانت عباره عن عجن فعلا بيعجنوا. انتوا عارفين عجن كده في نص الملعب وخلاص. الكره راحت جت بتاع الدنيا كده، يعني لخبطه في لخبطه. النهارده التشكيل كان محمد الشناوي حارس مرمى، محمد هاني باك يمين، عمر كمال عبد الواحد باك شمال، ظهري الوسط رامي ربيعه وياسر ابراهيم، خط الوسط مروان عطيه، عمر السعي،
اكرم توفيق. خط الهجوم امام عاشور والشحات والدبيس. الدبيس ده اساسا مدافع، امام عاشور لعب خط وسط، هو الشحات جناح، وحطوه راس حرب مش في مكانه كمان. هو ده التشكيل. المباراة بدأت الخطورة في الدقيقة 11، هجمة خطيرة للأهلي في الدقيقة 11 عدت. في الدقيقة 12 اتحسبت ضربة جزاء لصالح النادي الأهلي، لصالح الشحات. بعد ما رجع للفار الحكم لغاها بعد العودة للفار. في الدقيقة 22 زهير المترجي اللي هو المغربي أحرز هدف ولا أجمل، صاروخ على شمال محمد الشناوي من أول هجمة ليهم في المباراة. أول هجمة تبقى لفريق فاركو، جاء زهير المترجي اللاعب المغربي وركنها بيمينه على اقصى شمال محمد الشناوي. محمد الشناوي تقريبا كان واقف سرحان لانها كان بره ال 18 بحوالي 7 8 ياردة، يعني 18 و7 و 25 ياردة، يعني كرة من بعيد جدا. يعني المفروض الشناوي كان قدرها، كان حط فيها ايده، لكن تقريبا سرح شويه، الكرة رشقت جنب ايده الشمال، دخلت احرزوا الهدف الاول في الدقيقه 22. في دقيقه 29 هدف محقق لفاركو بينقذها الشناوي باعجوبه، يعني بعد 7 دقائق من الهدف فرصه لا ما تضيعش، ضاعت من فاركو في الدقيقه 29. في الدقيقه 30 شوطه حلوه من امام صدها محمد سعيد شيكا اللي هو حارس مرمى فاركو على مرتين. في دقيقه 41 عرضيه وراسيه من ياسر ابراهيم جت في ايد الحارس على طول. في دقيقه 45 راسيه من امام عاشور جت بره. بعد كده امام عاشور خد انذار، وانذار غير مستحق خالص، انذار غير مستحق لامام عاشور. الحكم برضو النهارده محمد معروف ما كانش على المستوى اللي هو، كان متردد جدا في معظم قراراته. في الدقيقه 47 مخالفه لامام عاشور امام المنطقه لم تحتسب، يعني المدافع زقه جامده جدا وقعه، الحكم ما شافهاش. في الدقيقه 49 وبعد 3 دقائق فحص كان في ضربه جزاء للنادي الاهلي. في الدقيقه 49 الحكم حسب 7 دقائق وقت بدل ضايع للنادي الاهلي في الشوط الاولاني. في الدقيقه 49 جت ضربه جزاء للنادي الاهلي، الحكم خد فيها 3 دقائق فحص. بيفحص ايه 3 دقائق؟ وحاطط ايده على الشاشه وسرح خالص، يعني حسينا ان هو نام. بعد 3 دقائق جه ادى يزال، كان متردد مش عايز يديها بلانتي للنادي الاهلي، في الاخر حسبها بلانتي، دخل فيها امام عاشور، حطها في نص الجون بشكل حلو جدا، احرز منها هدف التعادل عشان الشوط الاولاني يخلص 1-1. في الدقيقه 58 من امام عاشور ناحيه اليمين عرض الكره عرضيه بيدخل فيها الدبيس برجله الشمال، قامت خبطه في رجله وطلع بره. دي لو خبطت في رجله كان ركنها في اي زاويه كانت هتبقى هدف، الهدف الثاني، وكنا هنطلع الشوط الاولاني فايزين، لكن خبطت في رجله وطلعت بره خارج القائم الايمن. لينتهي الشوط الاولاني بالتعادل 1-1. قلنا الشوط الثاني بقى النادي الاهلي بيتحسن، دايما واخدين احنا الشوط الثاني بعد التغييرات والذي منه النادي الاهلي بيتحسن. جينا بدانا الشوط الثاني في الدقيقه 50 الشحات بيفقد كوره غريبه جدا، بيبصها للخصم، يعني هو خدها واداها للخصم في نص الملعب. يعني الموضوع كان يعني حتى يعني كانت ناقصه هي العمليه ان يعملوا كمان ميس باص، يعني مش كفايه اللعب السيء وعدم استغلال الفرص، لا كمان بنعمل ميس باص في نص الملعب. في الدقيقه 56 رأسيه من عمرو ناصر لاعب فاركو جانب القائم الايسر، كانت كره خطيره جدا جدا في الدقيقه 56 لفاركو. في الدقيقه 60 كره منظمه للاهلي بتنتهي على قدام لاعبي فاركو. خط الظهر كان متكتل جدا، وكان بياخد اي كره النادي الاهلي بيوصل بيها الخط لجوه منطقه الجزاء. الاهلي بقى في فتره كده حاصر فريق فاركو بس بدون خطوره، يعني محاصره خارج منطقه الجزاء، وكل فريق فاركو بيلعب جوه منطقه جزاء لكن بدون خطوره على المرمى. في الدقيقه 64 تصويبه كرباج لفاركو، كرة كانت جامدة جدا جدا، سبحان الله طلعت فوق العارضة مفيش بسنتيمترات، تبعها شوطة جامدة جدا لمحمد فخري جت برضو جنب القائم الايسر. محمد فخري ده يا جماعة كان لاعب في النادي الاهلي واستغنى عنه.
في الدقيقه 65 كره خطيره من عمرو ناصر، برضو شوطه جامده جدا جدا طلعها الشناوي. عمرو ناصر على فكره لاعب مهم جدا وهداف، واحرز لفاركو 3 اهداف من الاهداف اللي احرزهم هذا الموسم. في الدقيقه 66 خرج الساعي وكريم الدبيس واكرم توفيق، ودخل قفشه ومحمد عبد الله وسمير محمد. يعني خرج الساعي اللي كان بدأ اساسي، وكريم الدبيس اللي هو كان بيلعبه جناح ايسر، واكرم توفيق لعب خط الوسط، ونزل مكانه قفشه ومحمد عبد الله وسمير محمد على اساس انه يزود خط الهجوم ويزود القوه الضربه للفرقه. في الدقيقه 60 عرضيه من امام بيجلي عمر جمال عبد الواحد، جلى الكوره ووقع واتدحرج بره الملعب، وكان ممكن يصاب لانه وقعه غريبه قوي. يعني ده دليل برضه ان لسه عدم جاهزيه عمر كمال عبد الواحد. في دقيقه 76 عرضيه من قفشه جميله جدا، لكن سمير محمد لسه ناشئ صغير ولسه عظمه طري ولسه ما خدش على الاحتكاكات وعلى القوه مع الفريق الاول. في الدقيقه 76 مروان طلع ودخل مكانه ندفد. كريم ندفد دخل، وعمرو السولية قاعد بره. يعني برضه ما الدنيا بايظه اساسا. يعني احنا بنيجي نعملها من هنا بنبوظها من هنا. يعني انت طلعت مروان عطيه، دخل عمرو السولية، اولا هداف وراجل بيشوط على المرمى، راجل بيعمل اسيستات، راجل بيبقى ليه خطوره، راجل عنده النزعه الهجوميه اكتر من النزعه الدفاعيه. نزل كريم ندفد. كريم ندفد لا انا مش عارف بصراحه، يعني قناعاته بيه وبكوكا انا مش عارف ايه القناعه. كريم ندفد هينزل يعمل ايه؟ هيدافع؟ يعني احنا مثلا عايزين ندافع، نزل عمرو السولية بيشوط حتى على الجون. بس هو ده اللي بيحصل. في دقيقه 79 عرضيه من عمر كمال بيمسكها شيكا حارس فاركو. في دقيقه 80 انفراد من عمرو ناصر، بيتالق محمد الشناوي بياخد الكرة. عمرو ناصر يا جماعه زي ما بقول لحضراتكم لاعب خطير جدا. اللاعب ده على فكره يعني سهل جدا التفاوض معاه، وسهل جدا ان احنا نشوف اللعيبه اللي هي يعني عندها سنه خطوره على المرمى. يعني احنا اللاعب ده لو جه الاهلي ولقى يتخدم من ناحيه اليمين والشمال ووسط ملعب، لا اللاعب ده هداف بالفطره فعلا، اللي هو عمرو ناصر. في دقيقه 84 عرضيه من الشحات ورأسيه من قفشه، لكن في ايد محمد سعيد شيكا. في دقيقه 88 هجمه خطيره لفاركو وضغط من فاركو بقى في وقت كان المفروض النادي الاهلي هو اللي يضغط فيه. في الدقيقه 88 في نهايه المباراه المفروض النادي الاهلي هو اللي يضغط، لا فاركو حاصرنا في الدقيقتين 3 من الدقيقه 88 لغايه الدقيقه 91، وفاركو محاصر النادي الاهلي في جوه ال 18 بتاعه الفرقه. في الدقيقه 90 عرضيه من محمد عبد الله رجعت خدها امام عاشور دبل كيك، جت فوق العارضه. في الدقيقه 91 رأسيه من محمود عماد، فرصه غير عاديه لفاركو. يعني الكوره دي لو كانت دخلت كانت هتبقى مسك الختام بالنسبه لهم، وكانت هتبقى كارثه على النادي الاهلي، لكن سبحان الله طلعت بره. في دقيقه 92 عرضيه ورأسيه من ياسر ابراهيم بتمر بجوار القائم الايمن لشيكا. كانت كره خطيره جدا برضو، كان ممكن ياسر ابراهيم يحرز منها في وقت صعب جدا. في الدقيقه 92 في الدقيقه 93 سمير محمد خد انذار. يعني هو سمير محمد كتر خيره نزل خد انذار، يعني كويس انه عمل حاجه اسمه سجل في حاجه، هو خد انذار يعني. في الدقيقه 95 عرضيه من عمر كمال رأسيه من سمير محمد فوق العارضه. سمير محمد بدل ما ياخدها بأورتو خدها من اعلى راسه، طلع كوره فوق العارضه. لان طبعا سمير محمد لسه غير متمرس زي ما قلت لحضراتكم، ولسه راجل لسه جديد على اللعب في الفريق الاول. وانتهت المباراه بالتعادل 1-1 عشان يخسر النادي الاهلي نقطتين جداد ويبقى رابع تعادل في الدوري هذا العام. رابع تعادل، يعني 2 في 4، 8 نقط النهارده بنخسرهم في تعادلات. يعني ازاي النادي الاهلي يتعادل مع فاركو الترتيب ال 11 اللي زي ما قلت لحضراتكم سنه رابعه دوري عام، 4 سنين النادي الاهلي بيلعب من كام سنه في الدوري العام، يتعادل مع فاركو ويبقى حتى المنظر العام سيء. المنظر العام لو فاركو مصدق نفسه ان هو بيلعب قدام الاهلي، فاركو اللاعب مش مصدق نفسه ان هو بينفرد وهيجيب جون في النادي الاهلي، بيتكعبل بيتلخبط. ده لو واخد على سجيته كده كان النادي الاهلي النهارده احرز فيه بدل الهدف 2 و3. المستوى العام رديء جدا.
يعني احنا عندنا نقص امكانيات بشريه، ما عندناش لعيبه وما عندناش مدرب. يعني الاول كنا بنقول ما عندناش مدرب، دلوقتي ما عندناش مدرب وما عندناش لعيبه. بالصلاه على النبي كده، يعني خلاص النادي الاهلي هيقفل. خلاص كده يا جماعه بنصفي. احنا بنصفي دلوقتي. اللي طلعناه واللي بعناه واللي عملناه واللي بتاع والمصاب والبتاع، بنصفي بقى. احنا خلاص كده ايه، بطلنا نلعب كوره. حاجه يعني بصراحه تنرفز يعني، وحاجه تطلع البني ادم عن شعوره. لكن هنقول ايه، الاداره عاجبها كده، والناس اللي ماسكه النادي عاجبها كده، والجماهير بتحرق دمها وخلاص. يعني مباراه زي دي المفروض بعد الهزيمه النقراء في افريقيا 2-1 على ارضنا من اورلاندو، المفروض كان يبقى عندنا معلش يعني شويه دم، يعني شويه يبقى في شويه حميه، شويه كده، يعني الواحد يبقى يسأر شويه لكرامته. يعني انت لسه مهزوم من بقالك كام يوم، فلازم يبقى في شويه دم عند الناس. لكن مفيش. كرة بتتقطع، دلع بتاع قدام الجون، يشوطوا بره يعملوا، وفي نفس الوقت مدرب يعني على الله، والدنيا بقى على كده. فالمشكله الاكبر بقى ان يوم الاحد الجاي هنلعب بيراميدز. بيراميدز انتوا عارفين يعني ايه بيراميدز؟ يعني النادي اللي بيقف للنادي الاهلي كده، اللي معمول ضد النادي الاهلي. اساسا بيراميدز ده معمول عشان نكايه في النادي الاهلي، يعني هم عاملينه عشان يضايقوا بيه النادي الاهلي. فما بالكم بقى ان شاء الله لما نتقابل مع بيراميدز يوم الاحد، ربنا يسترها بقى، ربنا يسترها فعلا. يعني يوم الاحد ده انا خايف منه جدا. بيراميدز فريق جامد قوي، عندهم غل ناحيه النادي الاهلي، يعني في طار زي ما تقول كده بينهم وبيننا. هم عندهم بيراميدز زي ما قلت لحضرتك هو معمول ضد النادي الاهلي اساسا. ف ربنا يستر، ربنا يستر، لان المستوى العام سيء جدا. مفيش ولا صفقه. عمالين يقولوا جبنا لاعب من ليتوانيا، جبنا لاعب من اوروجواي، جبنا لاعب مش عارف مين، ولا بيبان حاجه ولا بيحصل حاجه، وكله كله كلام. فربنا يستر، وان شاء الله نتقابل ان شاء الله يوم الاحد على خير. ولا نملك الا الدعاء للنادي الاهلي، وربنا يهدي الحال. والسلام عليكم ورحمه الله.